على سيرة لبنان، إذا أنت سيدة لبنانية جميلة هتقولي لجوزك يا فينيقي. هاي حياتي، هاي فينيقي. منها فينيقي اللي هو فينيقك أنت للملكية، ومنها فينيقي نسبة للحضارة الفينيقية. الله أكبر عليك! إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ إيه اللي حضرتك بتقوليه ده؟ ياسمين عز عايزة تخلي اللبنانيات يقولوا لأزواجهم يا فينيقي؟ أمال فين حبيب قلبي ويقبرني وعلى راسي وداخل قلبك؟ فلسفة وتاريخ في نفس الوقت. طب سيبنا لك الفلسفة، لكن التاريخ لأ بقى، ده ملعبي ده. طب تعالي بقى وأنا أقول لك أصل وفصل الفينيقي والفينيقي. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا تمام بصحة كويسة. وبكل بساطة أنا رشا حسن، ودي حلقة من سلسلة الأسرجية. من كام يوم طلعت علينا الأستاذة العبقرية المهلبية ياسمين عز، وقعدتها يعني في الهري جابت سيرة الفينيقيين. احنا بقى كأسرجية نسكت أبدا، نيجي ونحكي لكم أصل وفصل الفينيقيين. أصل الحكاية إن الفينيقيين دول هم السكان اللي سكنوا فينيقيا. نعم بالسهولة دي يعني؟ على اساس ان فينيقيا مشتقه من الفينيقيين؟ اسفه والله، انا حبيت بس اعلق عليها في الهري. الفينيقيين هم الشعب اللي سكنوا على ساحل البحر المتوسط اللي هي لبنان حاليا، واجزاء كمان من فلسطين وسوريا. الفينيقيين دول اشهر تجار في التاريخ، وكانت اكتر حاجه بتميزهم ان هم اكتشفوا اللون الارجواني. بلاش مبالغه بلاش مبالغه، اللي هو محمر شويه ده، اللي بدأوا في تصنيعه والتجارة فيه، وكان ليهم فضل كبير جدا في العالم اليوناني والروماني. وارتبط اللون الأرجواني ده بالسلطة والثراء، لأنه كان اللون المفضل عند الملوك والنبلاء، ده غير بقى ثمنه الغالي جدا. علشان كده الشعوب القديمة أطلقوا على الفينيقيين الشعب الأرجواني مش الأرجوانيك. ده غير بقى براعتهم في التجارة، كان ليهم أبجدية خاصة بيهم اسمها الأبجدية الفينيقية، يلي عايزة تغيري اسم البتولة والفتوشة والمنقوشة وبتقول أصل التاء المربوطة بتخنقك. دي الأبجدية الفينيقية دي لا تقل أهمية عن الكتابة والنقوش الهيروغليفية، لأنها وصلت لنا كتير من الحكايات والانتصارات والإنجازات اللي وصل ليها الفينيقيين. دول الفينيقيين دول أول ناس عملوا عمليات تجميل. ومش شفط ونفخ زي دلوقتي، كان اكتر حاجه بيهتموا بيها تجميل الاسنان، لدرجه ان هم كانوا بيستخدموا الماس في تلميع الاسنان. جايه تقولي للست اللبنانيه لو اتجوزتي مصري تقولي له فرعوني؟ تسمعي عن مدينه قرطاج اللي حدانا دي في تونس، اهي دي اللي اسستها، واول ملكه فيها ملكه فينيقيه كان اسمها عليسه الفينيقيه، وكانوا بيدلعوها كده يقولوا لها يا ديدو. وتعرف عنها الدهاء وحسن التدبير لدرجة ان هي عرفت تسيطر على اهل قرطاج الاصليين، وخلتها اشهر مدينة في شمال افريقيا في التجارة والسيطرة على البحر المتوسط. كل ده غير كمية الاثار اللي احنا لقيناها بترجع لايام الفينيقيين، من معابد ومعاصر عنب وتوابيت حجرية. وحضرتك جاية تقول للست اللبنانية بلاش كلمة تقبر قلبي دي عشان جاية من القبر؟ لا، دي اكيد طالعة من تابوت. دي كانت نبذة صغيرة كده عن الفينيقي والفينيقيين كله، وزي ما الريس قال كفاية هري. دي كانت حكايتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم، واستنوني في حكايات حلوة كتير من الأسرجية. باي باي.